مرحبا بكم في زاوية التحليل. هنا نقرأ الخبر ونحلل ما وراءه. أهلا بكم. في هذا التقرير التحليلي نستعرض بتجرد وموضوعية تفاصيل الحكم النهائي الصادر عن محكمة الجنايات بمدينة دراغنيان في جنوب شرق فرنسا. القضية تتعلق بالمغني المغربي البالغ من العمر 41 عاما. دعونا نتتبع معا مسار هذه المحاكمة التي شغلت الرأي العام لنفهم بدقة حيثيتها ومآلتها القانونية. عبر هذا التقرير سنسلط الضوء على عدة محطات رئيسية. نبدأ بمنطوق الحكم الجنائي، ثم ننتقل إلى التفاصيل الدقيقة للمحاكمة. بعد ذلك نناقش التصريحات المتضاربة والتعليل القانوني، ونعرج على السوابق القانونية المرتبطة بالملف، لنختتم بقراءة موضوعية في انقسام الرأي العام حيال القضية. نبدأ أولاً بالحكم الجنائي النهائي وتفاصيل العقوبة التي أقرتها المحكمة. النتيجة المباشرة لهذه المحاكمة التي حظيت بمتابعة إعلامية مكثفة تجلت في قرار محكمة الجنايات الفرنسية إدانة المغني والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات. هذا القرار الحاسم جاء تتويجا لجلسات استماع وتقييم دقيق للأدلة والشهادات من قبل هيئة المحكمة. من اللافت هنا التباين الملحوظ بين ملتمس النيابة العامة وقرار القاضي النهائي. فالادعاء العام كان قد طالب بتوقيع عقوبة مشددة تصل إلى السجن ل10 سنوات، لكن وبعد انتهاء المداولات استقر الحكم النهائي على 5 سنوات. هذا الاختلاف يعكس استقلالية التقييم القضائي وموازنته الدقيقة للوقائع المتاحة. ننتقل الآن إلى المحطة الثانية لنقف عند التسلسل الزمني للأحداث والعقوبات الإضافية التي تم فرضها. لكي نضع الأمور في سياقها الدقيق، تعود بداية هذه القضية إلى عام 2018 عقب لقاء جمع الطرفين في مدينة سان تروبي، وهو ما أدى حينها إلى إيداع المتهم رهن الحبس الاحتياطي ل3 أشهر. المحاكمة الفعلية انطلقت خلف أبواب مغلقة في مطلع الأسبوع الذي سبق النطق بالحكم في عام 2026، التزاما بالإجراءات الفرنسية لضمان السرية القضايا الحساسة. وفي 15 من مايو 2026 صدر الحكم النهائي، حيث أفادت التقارير من داخل القاعة بانهيار المدعى عليه باكيا فور سماعها قرار وسط حضور زوجته وأفراد من عائلته. وإلى جانب عقوبة السجن، ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع تعويضات مالية صارمة. شملت هذه الغرامات 30,000 يورو كتعويض مدني للمشتكية لجبر الضرر، إضافة إلى 5,000 يورو لتغطية مصاريف هيئة دفاعها. وفي أعقاب الجلسة اختار رئيس هيئة دفاع المتهم المحامي كريستيان سانت بالي الامتناع التام عن الإدلاء بأي تصريح للصحافة أو التعقيب على الحكم. نصل الآن إلى المحور الثالث، المتمثل في التصريحات المتضاربة والأساس القانوني الذي اعتمدت عليه المحكمة لفك هذا النزاع. التحدي الأكبر في هذا الملف كان التعارض الجذري في الروايات المقدمة. فمن جهة صرحت المشتكية بوقوع اعتداء، متهمة المدعى عليه بالاغتصاب داخل غرفة الفندق، وذلك رغم إقرارها بموافقتها المبدئية على مرافقته لتناول مشروب بعد لقائهما. وفي المقابل أصر المدعى عليه طوال فترة التحقيق والمحاكمة على النفي القاطع لتهمة الاغتصاب، مؤكدا أن العلاقة كانت مبنية على التراضي التام بين الطرفين. أمام هذا التضارب المطلق كان الموقف القانوني حاسما، فقد استند القضاء إلى مبدأ صريح أقرته غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في إكس أمبرفونز. المبدأ ينص بوضوح على أن وأقتبس دخول امرأة إلى غرفة رجل لا يعني بالضرورة موافقتها على إقامة علاقة جنسية. بناء على هذا التفسير القطعي تم استبعاد ادعاءات المدعى عليه بشأن الرضائية، وأحيل الملف إلى محكمة الجنايات للفصل فيه بشكل نهائي. رابعاً، من الأهمية بمكان تسليط الضوء على السوابق القانونية والاتهامات السابقة التي ارتبطت بالمدعى عليه. حسب المعطيات الرسمية والتقارير الأخبارية الموثقة، هذه المتابعة ليست الأولى من نوعها في سجل المتهم، فقد سبق وأن تمت إدانته ابتدائياً من قبل محكمة الجنايات في العاصمة باريس، وذلك في قضية تطابقت تفاصيلها بشكل كبير مع القضية الحالية، حيث تضمنت اتهامات بالاغتصاب واستعمال العنف داخل غرفة فندق. اللافت في تفاصيل قضية باريس السابقة هو التعقيد الجنائي الذي رافقها. إجراءات الاستئناف هناك شهدت تأخيراً وتعثراً ملحوظاً، والسبب يعود لظهور مسار قانوني موازي.
فقد تبين أن أشخاصا مرتبطين بالمشتكى في تلك القضية خضعوا للمتابعة القانونية بتهمة محاولة الابتزاز، بعد أن طالبوا المدعى عليه بدفع مبلغ ضخم وصل إلى 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وإسقاط التهم، وهو معطى أضاف طبقة من التعقيد على مساره القضائي. أخيراً، نتوقف في المحور الخامس عند القراءة التحليلية لردود فعل الرأي العام والانقسام الواضح حول مجريات القضية. من خلال متابعة مكثفة للنقاشات العامة، نجد أن الرأي العام انقسم إلى 3 توجهات رئيسية. التوجه الأول عبر عن ثقة تامة في منظومة العدالة، مشيدا بحياد القضاء الفرنسي ومؤكدا على مبدأ المساواة وأن لا أحد فوق القانون مهما بلغت شهرته. التوجه الثاني في المقابل مال نحو تبني نظريات المؤامرة، معتبرا أن هناك انحيازا ممنهجا واستهدافا للشخصيات العربية الناجحة عبر تلفيق الأدلة، بينما ركز التوجه الثالث على الجانب الأخلاقي والديني، مستخدما القضية كمنطلقا للتحذير من مخاطر الحياة الليلية والتخلي عن القيم المجتمعية المحافظة. هذا الاستقطاب العميق يتركنا أمام تساؤل جوهري نختم به هذا التقرير التحليلي: كيف تتقاطع مكانة المشاهير وشهرتهم مع مبدأ المساءلة القانونية الصارمة في عالمنا اليوم؟ وإلى أي مدى تلعب الخلفيات الثقافية والاجتماعية دورا في تشكيل رؤية الجمهور لمفهوم العدالة والإنصاف؟ هي تساؤلات تتجاوز تفاصيل هذا الملف لتبقى مطروحة للنقاش الموضوعي حول قضايا الرأي العام. شكرا لكم على المتابعة. إذا أعجبك هذا النوع من التحليل، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب، وشاركنا رأيك في التعليقات. رأيك يهمنا ويدعم القناة.